بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن داخل بلدة خطاب المحررة حديثا من قبل كتائب الثوار. يسعدنا أن نلتقي مع القيادي في جيش النصر الأخ حسين المصري. حياك الله أخي حسين. أهلا وسهلا بكم. بداية أخي حسين، ما هي المناطق التي تم تحريرها حديثا؟ تم تحرير مناطق أهمها مدينة صوران ورحبة خطاب والعمل مستمر بإذن الله. خسائر النظام، الغنائم التي تم اغتنامها؟ غنائم كثيرة الحمد لله، دبابات وعتاد وسلاح كثير، وإن شاء الله خسائر النظام كبير كثير الحمد لله. ما كان هو الهدف من هذه المعركة؟ التخفيف عن أهلنا في دمشق، وبإذن الله تحرير مدينة حماة بالكامل. رسالة من أرض الجهاد من هنا من ريف حماة الشمالي وتحديدا بلدة خطاب للأخوة الثوار في جميع جبهات سوريا. يجب فتح جميع الجبهات لتشتيت العدو بإذن الله أو منهار كليا. ماذا توجه رسالة للنازحين من نساء وأطفال وشيوخ في المخيمات؟ نوجه لهم إن شاء الله في القريب العاجل سوف تعودوا لأهلكم ولبلادكم ولدوركم إن شاء الله آمنين. في نهاية هذا اللقاء أشكر القيادي في جيش النصر حسين المصري. كان معكم لمركز عصب ريس الأخباري إياد أبو الجود وصالح الحموي.